السلام عليكم. يمكن الفترة اللي فاتت الرياضة ابتدت تنتشر في مصر كتير جدا، واحد اهم اسباب انتشار الرياضة دي في مصر انا بالنسبة لي شايف فيه شباب كده لو بتنزلوا يوم الجمعة بدري تلاقوا في شباب لابسين كلهم لبس واحد وبيجروا في الشارع مع بعض، وكلهم الشباب دول اسمهم كايرو رانرز. كايرو رانرز ابتدوا في 2012، ابتدوا بجريه بسيطه، جم شباب اصحاب لموا بعض ونزلوا جري في الشارع، جري في الزمالك، والموضوع تطور معاهم يوم في الثاني في الثالث في الرابع، بقت انتيتي او اورجانيزيشن كبيره اسمها كايرو رانرز. صاحب الفكره والجي ام او الرئيس بتاع المنظمه دي اسمه ابراهيم صفوت، هو ليا الشرف ان انا اعرفه. الراجل ده ابتدى بفكره بسيطه اشتغل عليها، ابتدى يطورها. هو اصلا يمكن كان مهندس وبيشتغل في فيل تاني خالص. القصه دي كبرت فتفرغ لها فول تايم. ابراهيم صفوت انا شايف ان هو رول موديل او مثال يحتذى لشباب كتير جدا في عالم الرياضه. هو اول حاجه غير ان هو عمل حاجه ساعدت المجتمع ونشرت رياضه زي رياضه الجري وثقافه ان احنا ننزل نجري في الشارع، ما كانتش الثقافه دي موجوده عندنا في مصر خالص. وعايز اعرف برضه اكتر منه ازاي ان هو قدر يوصل من حاجه ان هي كانوا 60 واحد يعرفوا بعض بيجروا في الشارع يوم الجمعه الصبح، لان هو السنه دي عمل ماراثون. الماراثون ده طوله 42 كيلو في التجمع في القاهره، بيجري ب 9000 واحد. وهنعرف منه اكتر اللوجيستكس والحاجات اللي بيعملوها عشان يطلعوا الجاريه دي، وهنعرف منه اكتر كمان ايه هدفه والاورجانيزيشن بتاعت كايرو رانرز في الفتره اللي جايه. تعالوا نشوف. ابراهيم ازيك؟ ازيك يا حسن؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. منورنا في الساحل، احنا اول مره نصور في اللوكيشن الحلو ده، انت وشك حلو علينا. دايما بنصور في القاهره في الحر، بس قلنا الصيف بقى نصور معاك في الساحل نستغل الفرصه. نستغل الفرصه حبيبي. يا جماعه ابراهيم صفوت يعني من الشباب اللي في مجال الرياضه اللي انا بحترمهم جدا. هو من الناس اللي بينوفيتوا وعملوا افكار جديده في مجال الرياضه، وهو يمكن اللي دخل لنا ثقافه ما كانتش موجوده عندنا، ثقافه ان الناس تنزل تجري في الشارع. زمان لما كنا بننزل نجري في الشارع كان بينظرنا غريب. دلوقتي انت يعني انت وكايرو رانرز يعني خليتوا ثقافه ان الناس تجري في الشارع ده بقت عادي، وبعد كده بالعكس طورتوها بقت ايفنتس وبقت ماراثون وبقت كده. خلينا نبتدي من الاول. تمام. جت منين فكره كايرو رانرز؟ اول لقطه، بص احنا ابتدينا ساعه ما ابتدينا كان اخر 2012. اوكي. فانا اصلا ما كنتش بلعب رياضه، يعني انا كنت اصلا طول عمري ايه، مثلا انزل العب كوره مع اصحابي، اروح الجيم شهر شهرين وبعدين اكسل كده يعني. عادي زي كلنا. يعني زي، بس دلوقتي والله الناس اختلفت شويه. بس وبعدين فتره كده كنت عايز ابتدي اخس سنه، يعني كان في شويه كرش كده، فقلت عايز هنزله ازاي؟ هنزل اجري. فكنت بنزل اجري بقى في التراك في النادي، كنت بروح الجيم اجري على التريد ميل مع شويه فتنس وبتاع، وبعدين زهقت شويه. الموضوع كان بالنسبه لي ممل بقى، انك انت في التراك مثلا لو بتطول شويه فبتجري في نفس المنظر زهق طبعا. والجيم على التريد ميل بقى ما كانش في زمان الحركات دي. فالمهم ايه، كنت مره في باريس يعني في الشغل تبع الشغل بتاعي، انا اصلا مهندس يعني. كنت ساعتها لسه شغال مهندس، وبعدين لقيت في الشانزليزيه ناس بتجري مع بعض كلهم لابسين نفس اللبس وبيضحكوا وهم بيجري، والموضوع حسيت ان في امل في يعني الناس مبسوطه وهي بتجري، الموضوع مش ممل قوي. مش ممل لا. فرجعت قلت طب احنا ليه ما بنجريش في مصر في الشارع؟ فابتديت افكر في الموضوع، ابتديت احكي الموضوع لكذا حد من صحابي وقرايبي، ففي ناس قالت والله فكره حلوه ما تيجي نجربها، وناس قالت لا الشارع في مصر صعب عشان خاطر كذا حاجه. اول حاجه الزحمه، طبعا القاهره في الزحمه قاتله. تاني حاجه المطبات بقى في الشوارع ومش ممهده ومش كل حاجه بقى، مفيش رصيف يعني بره انت ممكن تجري على الرصيف مش هتضايق، هنا الدنيا مختلفه. تالت حاجه لو معاك بنات ممكن تتعاكس، ممكن بتاع، شفنا كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الموضوع. وبعدين قررنا احنا نبتدي الموضوع، وابتدينا نشوف طب المشاكل دي نحلها ازاي. لقينا ان الحل السحري كان في يوم الجمعه الساعه 7 الصبح، اللي هو يعني كل بلد نايمه، البلد كلها نايمه، مفيش عربيات، مفيش حد ممكن يفكر يعاكس في الشارع، اللي هو يصحى الساعه 6 الصبح عشان يعاكس ده حقه.
اول جاريه بقى احكي لي، اول جاريه في الزمالك. في الزمالك كانت 4 كيلو. كانت 14 ديسمبر، كنا المفروض كانت هتبقى اخر نوفمبر، وكان في ساعتها قلق في الشارع فاجلناها. فكانت 14 ديسمبر 2012 كنا في الزمالك 4 كيلو. احنا كنا عملنا بروجرام من 4 ل 21 كل جمعه، كل جمعه بنزود كيلو. فاتقابلنا في الزمالك في شارع 26 يوليو، عملنا ايفنت على الفيسبوك وبيج ولوجو، ويلا يا جماعه هننزل وهننزل نجري كايرو رانرز وقلنا ان احنا هدفنا ان احنا نوصل ل 21 كيلو وشكرا. نزلنا كنا تقريبا 70 واحد، 10 من التيم و60 رانر، وما كناش احنا نازلين مش عارفين في ايه يعني، كام واحد هيجي، الموضوع هيحصل مشاكل مش هيحصل مشاكل، البنات هنعمل فيهم ايه نازلين كده فاهم. فجرينا الجريه كانت ظريفه جدا 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 جدا، والناس كلها اللي جت انبسطت. جرينا 4 كيلو، انا فاكر الروت يعني لحد دلوقتي. جرينا في ابو الفدا ومحمد مظهر والبرازيل والحته دي كلها. ورجعنا تاني مكان الميتنج بوينت، الناس انبسطت. طب يا جماعه احنا الجمعه الجايه في الكوربه، رحنا الكوربه، العدد بقى دبل، كنا تقريبا 140 واحد. جرينا في مصر الجديده جاريه لذيذه جدا. طب يا جماعه الجمعه الجايه في المعادي كنا 250 واحد، قابلنا في كذا كذا لحد ما وصلنا لاول هاف ماراثون. كنا في مصر الجديده في حديقه الماظه، كنا تقريبا 1200 واحد. ما شاء الله. ده كان امتى؟ ده كان في مايو 2013. طب ده بروجرام سريع يعني في 6 شهور يعني. وصلت من 70 واحد ل 1200 واحد. يعني كان اول هاف ماراثون ساعتها، وما كناش مصدقين ان احنا هنعمله. ساعتها كان الموضوع بقى كان كبير. كان ساعتها كايروكي جم غنوا كمان في الماراثون ده. وكان بقى بريس نمبرز وباشتراك، ما كانش الجريات كلها كانت فور فري، لكن ده كان باشتراك عشان بتاخد حاجات مقابل الاشتراك ده، وجيف اويز بقى وحاجات بس. فخلصنا اول هاف ماراثون. احنا كانت البلان بصراحه ان احنا نعمل البروجرام ده وشكرا على كده. فقلنا بنعمل حاجه كويسه ليه نوقفها. فكملنا تاني سيزون بنفس الطريقه، وبعدين ابتديت انا اسيب الشغل بتاعي بقى كده. بقى لنا 6 سنين. والفتره اللي جايه دي يعني احنا حتى الفتره اللي فاتت دي وقفنا سنه كده، بنعمل ري بلاننج لحاجات كتيره قوي. وان شاء الله الفتره اللي جايه راجعين بقوه في حاجات كتير قوي اكتر كمان ما كنا بنعمل زمان يعني. احكي لي بقى، طب انت يعني انت وصلت الاول هاف ماراثون بعديها ب6 شهور تقريبا بالظبط. اول ماراثون بقى عملتوه فين وكان فين؟ اول فول ماراثون برضه 42 كيلو، الهاف ماراثون 21 كيلو. ما فيش مسافه تطلق ماراثون غير الاثنين دول. يعني اقل من 21 كيلو مفيش. ده جري ان شاء الله لو 20 كيلو لو 20 كيلو بتلاقي ناس ماراثون 4 كيلو ماراثون يا عم الحاج ال 4 كيلو ده. بس فاحنا حلمنا لازال ان احنا نعمل الماراثون في البلد، في وسط البلد والنيل وكده. بس اول ماراثون كان السنه دي في فبراير، كنا في كايرو فيستيفال سيتي في التجمع. فاكر انا كويس ده كنت انت شرفتنا فيه ساعتها. هو الماراثون 42 كيلو، وكنا عاملين جواه 21 كيلو برده هاف ماراثون، و10 كيلو فان ران كده، وفاميلي ران كانت 3 كيلو، وكيلو ونص جاريه بارالمبيكس للناس ذوي القدرات الخاصه يعني. بس وبعدين فالايفنت حضروا تقريبا 9000 واحد. احنا بقى يعني بنشتغل قبلها ب6 شهور لان احنا ده 9000 واحد ده بس عشان بس فاهمين. يعني 9000 واحد بيجروا في الشارع. يعني طب اللوجيستكس دي عامله ازاي يعني؟ والله اللوجيستكس بتبقى صعبه قوي، لانك انت عندك كذا نوع من انواع اللوجيستكس. اولا التكنيكال بقى اللي هو تظبيط الروت نفسه، ده في 42 21 و10 وتقيس المسافات وتقيس الروت بالظبط وتقيس الروت، والناس ما تخشش في بعض. طب فده لازم يطلع في وقت معين عشان الفينش لاين بتاعه يبقى في وقت معين. لا عشان كل الجريات ما تخشش على بعض بالظبط، ما تخشش في بعض. ولازم فولunteers في الروت بطريقه مختلفه. احنا بيبقى معانا كان معانا السنه دي حوالي 600 فولunteer. فالفولunteers وكل واحد فيهم ليه تاسك معين. في ناس في الشارع، في ناس بتوزع ميه، في ناس غير بقى الناس بتوع الاسعاف والهلال الاحمر، ده كل ده بره الكلام ده كله. ناس بتوزع موز للناس اللي بتيجي. ففي انت عندك توزيعة الفولunteers دي قصه لوحدها. الاورجنايزرز شغالين على الموضوع طبعا ده عدد تاني مختلف تماما عن الفولunteers. عندك اللوجيستكس بقى بتاعت توزيعة البرودكشن جوه الروت وجوه الفينيو والقصه دي كلها. عندك التظبيط مع الامن. ما انت عدد زي ده كله هيجري في الشارع، ما انت لازم تاخد له تصريح. فتظبيط الامن وتحاول تقنعهم ان حاجه زي دي كويسه، وان احنا هنجري والجمعه 7 الصبح الماراثون بيبتدي 6 الصبح كمان مش 7. مش 7. فبقى في كميه لوجيستكس وحاجات ما هي دي الفكره ان انت عندك يعني سيبك غير ان انت بتعملوا كوز حلو. لا هو القصه اللي انا بالنسبه لي امبرسيف اكتر ان انت بتعرف تجمع عدد كبير من الناس بالزبط. زي دول وتشغلهم كلهم لكوز واحد في وقت معين لايفنت معينه. قصه يعني بالظبط. ما هي دي الفكره يعني. هي ربنا يخليك. احنا حلمنا ان احنا الماراثون ده ان شاء الله باذن الله السنه دي يعني ان شاء الله. ده الخطه بقى اللي هو السنه اللي هو 2019 ان شاء الله ان احنا نعمله في قلب البلد بقى. في قلب البلد. وشغالين على الموضوع ده بايدينا واسناننا، وربنا يكرمنا في السنه دي نقدر نعملها بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله اكيد. هي القاهره اكبر مدينه في الشرق الاوسط،
ولسه ما عندهاش ماراثون دولي، ما عندهاش ماراثون ناس تجي له يعني. يعني انا عارف ان لندن يعني عندها، باريس بالزبط. عندها، برشلونه عندها، كل بلد من البلاد الكبيره. حتى في الشرق الاوسط بلاد كتير عندها، عمان عندها، بيروت عندها، يعني فاهم قصدي، ومدن اصغر منك بكتير. فانت ما ينفعش القاهره اللي فيها مش عارف كام مليون واحد ساكن ما يبقاش فيها ماراثون دولي الناس كلها تجيله، وخصوصا القاهره فيها حتت حلوه قوي تجري فيها. اكيد طبعا، كفايه النيل والحته بتاعت الزمالك وقصر النيل، يعني وسط البلد. لو ابتديت في القلعه ورحت واخد لحد النيل وراجع وخدت القاهره الخديويه معاك، او ابتديت في ميدان عابدين وخدت وسط البلد بالنيل، يعني بس ده اللوجيستكس بتاعتها هتبقى صعبه. انت برضه هتبقى بتيجي في وسط البلد محتاج منك هنتعب مع الامن شويه. هتتعب مع الامن اللي هيتعب معاك شويه ده واضح. بس يعني في الاخر تحس ان الموضوع مستاهل بصراحه. حتى كمان السنه ان شاء الله عندنا من اول 2019 عندنا بروجرام هنعمله في مصر كلها كمان، مش القاهره بس. يعني نحاول ننشر الموضوع اكتر كمان. انتوا لسه كنتوا عاملين حاجه في اسكندريه متهيألي؟ لسه كان عندنا ران في اسكندريه، بس هنروح كمان مدن اللي هو انت ما كنتش متخيل انك ممكن تجري فيها. يعني هنروح الصعيد وحتت كده برده ان شاء الله. وهيبقى معانا ناس من مصر بتجري من القاهره يعني، وناس من المدن دي نفسها كمان هنحاول ننزلها تجري. معاك ناس من مصر باصص وكده وبتاع تجري، وغير الناس اللي هناك يعني. علشان احنا من ساعه ما ابتدينا دايما كان عندنا، ودي حاجه من ساعه ما بدينا لحد دلوقتي، هدف ان احنا مش بتوع يعني فئه معينه او طبقه معينه او ناس معينه، يعني احنا بنشتغل للناس. انت يعني حتى عشان كده احنا الفتره اللي جايه هنكتر كمان الايفنتات اللي هي كانت بتاعت زمان، اللي هي جري الشارع، اللي هو مجانا مش بفلوس. انا مش لازم ابقى معايا فلوس عشان انزل اجري، مش لازم. انا بالعكس، انا عشان انزل اجري محتاج بس حاجتين: كوميتمنت ان انا اصحى الساعه 5 الصبح عشان انزل اجري، وان انا ابقى لابس لبس رياضي بس وهنزل اجري. فعشان كده الفتره اللي جايه احنا نرجع تاني اكتر كمان من زمان ان شاء الله في الحته دي، ونرجع تاني كل جمعه، حتى مش جمعه او جمعه لا، ونرجع تاني نوصل الناس لهدف ظريف ان هم ينزلوا يجروا كل جمعه عشان يوصلوا لعدد كيلومترات معين في الجري يعني. ما انت نشرت لهم الثقافه وعودتهم على القصه دي، وبعد كده فانت لازم تبقى موجود على طول يعني. بالظبط. حتى احنا دلوقتي بنشوف بقى احنا عايزين نعمل ايه الفتره اللي جايه دي، من اهم اولوياتنا يعني. طب وانت قول لي بقى، انت بقى كابراهيم حلمك ايه؟ يعني انا عارف ان انت برضه ان انت كنت مهندس وكنت شغال شغلك. صح. احنا كلنا ابتدينا كده، كلنا كنا عندنا بيزنس تاني وكنا شغالين، وبعد كده كنا بنعمل حاجه على الجنب، وبعد كده الحاجه اللي على الجنب دي كبرت. صح. فسيبنا شغلنا وبقينا شغالين الحاجه دي. صح. وان واي انذر. قابلت القصه دي كتير على ناس اتكلمت معاهم، خصوصا في حاجه الرياضه، لان احنا كمان يمكن عندنا ثقافه ان الرياضه لعبه او هوايه، مش ممكن تبقى بيزنس او تبقى فاهم كارير. صح. الثقافه دي دخلت ليتلي يعني. انت زمان حتى كلنا ما كانش حد فينا بيبقى يعني ايه ابقى كوتش، يعني ايه مش عارف ايه. صح. فالثقافه دي دخلت لنا ليتلي. فانا عارف طبعا ان انت كبرت بكايرونز، بس انت شايف ان انت ايه المستقبل لكايرونز؟ يعني انت حلمك رايح لغايه فين؟ احنا حاليا كنا بنراجع برضو الدنيا بتاعتنا وعايزين نوصل لايه ونعمل ايه. فاحنا لازال حلمنا اللي نفسنا يتحقق ان شاء الله في 2019 ان احنا نعمل اكبر ماراثون دولي في وسط القاهره، يعني في القاهره، وده يبقى ماراثون البلد او ماراثون المدينه، ويبقى معتمد من الاتحاد الدولي، والناس كلها تجيله من بره، والناس كلها تسمع عنه وتنزل تجري فيه. ما يبقاش بقى يعني جاي اللي هو هوايه يعني، لا ويجيله ناس بروفيشنالز من بره. فده هدفنا، ده حلمنا الفتره اللي جايه يعني. حلمنا ان احنا ننشر رياضه الجري اكتر شويه في المجتمع المصري يعني عامه. غير ان احنا في كايرونز برضو ابتدينا نعمل شويه حاجات جنب اللي احنا جنب الجري والحاجات دي كله، حاجات بقى برضو بيزنس اكتر شويه، ان احنا بنشتغل مع كوربريتس اكتر شويه، حاجات بقى اللي هي تقدر تسستين البيزنس بتاعك نفسه عشان تقدر تعمل الاثنين مع بعض يعني. لان طبعا لازم برضو الناس تفهم برضو ان انت الجريات اللي انت بتعملها ببلاش والحاجات دي بتتطلب منكم مصاريف كتير جدا، وبتطلب منكم لوجيستكس، وبتعملوا فيها حاجات، وبتوزعوا فيها ميه، وبتعملوا فيها حاجات. هو بيبقى فيه رعايه وكل حاجه، وبيبقى فيه سبونسرز في الماراثون وفي الحاجات دي كلها، بس هي الناس حتى انا اول ما ابتديت ما كنتش متخيل الموضوع يبقى كده. حتى بالذات في الماراثونز الموضوع بيتكلف اكتر ما انت متخيل بكتير قوي، لانك انت عايز تطلع حاجه كويسه، فعايز الروت يبقى شكله حلو. مثلا ابسط الحاجه، انت مثلا عايز ناس تيجي تغني في الروت للناس اللي بتجري عشان ما يبقوش بيزهقوا وهم بيجروا مثلا. فده مثلا ممكن بادجت لوحدها، عايز مش عارف توزع ايه بطريقه معينه. ففي حاجات بتصرف بادجت، تلاقي نفسك في الاخر طالع ده لان في الاخر شغلك وكل حاجه، بس انت ما ينفعش تستخسر في الايفنت يعني. لا، وما مش هتصرف عليه من جيبك بالظبط. فبتدور على حاجات تانية جنب اللي انت بتعمله تقدر تصرف بقى، تبقى انت شغال مستريح في الناحيتين يعني. طب انا عايز اشكرك ان انت نورتني النهارده. الله يخليك، انا مبسوط قوي ان انا جيت، وانا يعني انت عايز اقول يعني انك انت نورتنا في الماراثون اللي فات برضه. لا ده شرف ليا، بالعكس انا جيت يعني لما انت جيت كمان انا عارف الناس بتحبك قد ايه بصراحه، ولما جيت حسينا قد ايه اكتر برضه يعني. ما شاء الله انت عامل امباكت على الناس، والفيديوهات دي عامله خدت سكه لوحدها جديده كده، والناس كلها متابعاها وبتتفرج عليها. وموضوع الجوريلا في المطبخ ده برضه عامل قلق، فربنا يوفقك وان شاء الله يعني ربنا يخليك.
إبراهيم، اكتر يعني. ربنا يخليك ليا يا ميسي ابراهيم، حبيبي. يعني انت شاب من الشباب اللي انا بعتبرهم مثل لينا يعني لا، كلنا ربنا في يخليك. عالم الرياضه. ربنا يخليك. وفيري براود وان دايما هتلاقينا يعني زي كاي رانرز او انت او اي حد محتاجيننا في اي حاجه نساعدكم حبيبي، عارف ونساعد والله نقف من مع غير ما بعض. تقول. حبيبي احنا كلنا شباب وبنقف مع بعض يعني مش حبيبي اكتر. صح، هي دي الروح اللي المفروض فعلا تبقى موجوده والله يعني. يعني انت عارف ان احنا اخواتي يعني احنا يمكن احنا الناس ما تعرفش ان احنا ما كناش نعرف بعض أيوة، كويس، بس أيوة. دايما حتى لما انت كنت انا بكلمك او انت الود بتكلمني موجود والله. الود موجود حبيبي. يعني، وده دايما لازم ان احنا كنا في الاخر شباب صح بالظبط. وبنحاول هدف واحد يعني. بنقوم بعض. بالظبط كده. صح كده. حبيبي يا ابراهيم. حبيبي حبيبي معاك. ربنا نورتني. يخليك حبيبي، ميرسي يا نورك، إبراهيم. ربنا يخليك حبيبي.